السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين في الدنيا حبايب قلبي الغاليين. معلش أنا بغيب عليكم في نزول الفيديوهات لأن أنا ظروفي برضو مش سامحة أنزل فيديوهات كتير، حالتي الصحية مش بتبقى سامحة. بس الحمد لله أنا كويسة دلوقتي. وعايزة أقول لكم إني أنا بالنسبة لي الفيديو ده أهم وأحسن فيديو في حياتي، في كل الفيديوهات اللي نزلتها على القناة. ده حقيقي والله. يمكن لما تشوفوها هتقولوا أسماء عندها حق. طبعا اليوم ده أنا كنت بستناه من سنين وسنين وسنين. يوم إيه أسماء؟ يوم تخرج بنتي. طبعا زي أي أم، مش هقول لكم أنا مختلفة عن الأمهات كلها، لا، زي أي أم بتستنى يوم تخرج ابنها أو بنتها. في الحالة دي بتحس إن هي إيه، يعني ختمت رسالتها على خير، فاضل بس أدخلها بيتها. هو ده اللي أي أم بتتمناه لبنتها، وللابن بيبقى نفس القصة يعني. فطبعا ده بالنسبة لي يوم تاريخي بالنسبة لي بجد، يعني علامة في حياتي. يمكن الأمهات فاهمة الكلام ده كله، اللي بيتفرج معانا على الفيديوهات بتاعتي واللي متابعني أكيد فاهم الكلام ده كله. وهنا كان طبعا الفلوج بتاع التحضير بتاع الحفلة. فحبيت بقى أشارككم من الأول للآخر، من أول الحفلة لحد آخر الحفلة. بس طبعا نو بقى صوت خالص، مفيش صوت، لاني طبعا في اغاني شغاله وحقوق طبع ونشر والكلام ده انتوا فاهمينه يعني. فعايزه اقول لكم ده الفلوج بتاع التحضير. اول حاجه انا طبعا صورت المكان. المكان كان اكتر من رائع، ومكان مريح نفسيا. الخضره بقى وكده والنجيله يعني الجنينه نفسها تحسوا برضو عطشه ايه، عطشه طاقه ايجابيه لكل الناس. كان طبعا في ناس متواجده، وناس كانت لسه ما جاتش. دي بنوته زي القمر اهي معديه لابسه الروب والكاب بتاعها، بس ما كانش لسه حد طالع على الستيج. طبعا هنا في الاضاءه دي، ده الممر اللي هيمر منه الايه، الطلاب. فخلصوا الستيج وظبطوا الدنيا وعملوا اضاءات والشاشات والكلام ده كله، والدخله بتاعت الولاد. لا بجد كانوا بجد زي ما بيقولوا كده صارفين ومكلفين، بس طبعا بفلوسنا يعني. بفلوسنا. فالمهم بالنسبه لي اني انا احضر اليوم من اوله لاخره ده كان حلو قوي. يعني هم قالوا لنا الحفله هتبتدي من 7، واللي عايز يجي الساعه 4 يجي. فانا قلت لا، ده انا اروح الساعه 4 واعيش ايه، اعيش الاجواء من البدايه للنهايه. والميزه ان انا رحت بدري، ان احنا اتصورنا صور كتير حلوه قوي انا وبنتي وبابانا اللي هو زوجي يعني، وولادي. وهي اتصورت صور كتير جدا مع اصحابها. صور كانت في منتهى الجمال. فطبعا ده فادنا، يعني البدري ده فادنا ان احنا نتصور. بصوا هنا والولاد شكلهم زي القمر ازاي، بعد ما قعدوا بقى ايه بينظموهم وكده، قعدوا على كراسيهم. وكان في برضو نفس المجموعة دي زيهم كده عددهم الناحية التانية. بس انا بقى ايه، متحيزة للجنب بتاع بنتي امل. رحت مصورة ايه وهم قاعدين، وبعد كده بدأوا ايه يطلعوا زي ما انتوا شايفين كده ورا بعض عشان يدخلوا من الممر. ويدخلوا من الممر هيقعدوا برضو على الكراسي بتاعتهم، وهيطلعوا بنظام على الستيج ويندهوا اسم. عايزة اقول لكم لما نده على اسمها وهو بيقول امل اشرف، انا الكاميرا اتحركت من ايدي من كتر ما انا قلبي كده يعني كان مخطوف. والله العظيم وحياة ربنا بدون مبالغة، بدون مبالغة، ان انا قلبي اتخطف كده وبقول الاسم. وانا عارفة بنتي هتطلع وهتستلم شهادتها وهيتنده اسمها والكلام ده كله. زي مثلا ما بنتك مثلا شايفاها في الكوافير مثلا لابسه فستانها الابيض ويوم دخلتها يعني وتمام مش عارفه ايه، وساعه دخلتها من مدخل مثلا القاعه او كده، بتحس قلبك بيتخطف. هو ده اللي كنت حاساه، احساس كده غريب. انا بقول لكم الكاميرا اتحركت في ايدي وهو بيقول امل اشرف، والله العظيم. لا كان يوم حلو قوي قوي. ربنا يدينا عمر واشوف ريتاج وعبد الرحمن يا رب حفلتهم هما كمان، زي ما شفت اسلام وامل اشوف عبد الرحمن وريتاج. هنا بقى الولاد كلهم داخلين ورا بعض، الولاد والبنات يعني. شكلهم كان قمر بجد، كان قمر بالروب بالكاب بتاعهم، كان شكلهم في منتهى الجمال. هنا طبعا في ولاد وبنات صحاب بنتي،
هما داخلين بقى ايه بالترتيب، ترتيب معين يعني، عشان لما بيتنده الاسم بيتنده بطريقه برضو معينه. كل الاهالي قاعده طبعا فرحانه زيهم اكيد. طبعا الناس ما كانتش طايقانه عشان واقفه بصور بداري على الناس اللي ورا وانا عامله نفسي مش واخده بالي. خدت بقى جنبي كده وقعدت اصور. هنا بقى خلاص طلعوا من على الكراسي ومشوا من الممر ورجعوا تاني يقعدوا على كراسيهم، وهيبتدوا بعد كده ايه الخريجة حبيبة ابراهيم. بس الخريجة امل اشرف. الخريج احمد سمير عبد الله.